لو انت كنت من ضمن الناس اللي بدأوا يتعلموا اللغة ولسه مش لاقي اي تقدم، او مثلا عندك مشكلة انك ممكن تفهم واحد بيكلمك بالالماني عادي ولكن تيجي ترد عليه وتكلمه تحس انك انت لسانك متلجم ومش عارف تجمع كلمتين مع بعض، او كل يوم تحس انك انت مشتت بين مصادر كتيرة جدا وبسبب ده مش عارف تستقر على روتين معين تقوم تذاكره كل يوم عشان تطور بيه اللغة بشكل احسن، او بدأت بقالك فترة طويلة جدا وحاسس ان مفيش تقدم وده بدأ يجيلك احباط انك خلاص توقف كل حاجة. ما تقلقش، بفضل الله جبت لك الحل. انا جربت قبلك طرق كتيره جدا، فيها اللي ما لقيتش منه نتيجه وفيها اللي مشيت عليه ولقيت منه نتيجه مذهله. بعد كل التجارب دي طلعت بروتين مذاكره كل يوم بطبقه، ومن خلاله قدرت بفضل الله لوحدي اوصل من الزيرو حرفيا لحد مستوى متقدم جدا في اللغه، وعديت الامتحان بتاعه كمان، واللي اهم من ده قادر افهم اللي بيكلمني وارد عليه بمنتهى السهوله. في الفيديو ده هشرح لك انت ليه طول الفتره دي مش عارف تتقدم الى حد ما في اللغه او توصل لمستوى انت متخيله، وهشرح لك الروتين بتاعي اللي انا طبقته وهمشي معاك بيه خطوه بخطوه عشان بفضل الله وباذن الله تبدا تطبقه انت عندك كل يوم. طيب ايه اللي يضمن ان الروتين اللي هقول لك عليه ده هو روتين فعلا مفيد وان انا مش جاي اقول لك اي كلام وخلاص؟ 3 حاجات لازم اقول لك عليهم الاول عشان تبقى بتطبق الروتين ده وانت فاهم وعندك ثقه انه ان شاء الله في وقت قصير هيطور لغتك. بص يا جماعه، هي اللغه الالمانيه عباره عن ايه؟ اي لغه في الدنيا عباره عن ايه؟ ان في حاجه اسمها مدخلات inputs اللي هي بتيجي من حاجه بسمعها اللي هو الليسننج، وحاجه بقراها اللي هو الريدنج. فدي حاجات انا بدخلها لعقلي، وفي حاجات تانية اسمها اوتبوتس اللي هي الحاجه اللي انا بخرجها عن طريق الكلام اللي هو السبيكنج او الرايتنج الكتابه. فايه رايك في واحد هو كل مذاكرته على اللغه في المدخلات بس، بيقول لك انا قاعد بذاكر الالماني، هو بيعمل ايه؟ يا اما بيحفظ كلمات يا اما بيسمع يا اما بيحل. فلاقوا كل شغلنا على بس الانبوتس، على الحاجات اللي بتدخل لعقلنا واسمنا كده بنذاكر اللغه. اذا انا هعرف افهم اي حد بيكلمني ولكن المخرجات انا ما اشتغلتش عليها، فبالتالي مش هعرف اتكلم. فبديهي جدا الاقي المشكله دي قدامي. فاول سبب ان الروتين اللي جايبه لك هو هيشتغل على كل ده بالتساوي عشان تعرف تفهم وتتكلم في نفس الوقت. الحاجة التانية، لو عقلك كل يوم قدامه مصادر كتيرة جدا ومطلوب منه ان هو يذاكر من كل ده اللغة، هيتوه ودايما هيشوف نفسه مقصر لانه قدامه كتير وهو مش عارف يذاكر ايه ولا ايه، وكل ما يبدأ حاجة ما يخلصهاش بعدين يتهم نفسه بالتقصير وهكذا. فتاني سبب ان الروتين اللي انا جايبه لك هو روتين محدد بمصادر محددة، مش مطالب منك غير انك كل يوم تقوم تنفذ الحاجات دي. فبالتالي عقلك هيرتاح لان قدامه الحاجه اللي هيذاكرها وبالتالي هيفضل يستمر فيها. السبب الثالث اللي بيخلي الروتين بتاعي مناسب ان لو واحد عنده همه شويه في المذاكره وعمال كل يوم يجيب حاجات تقيله يذاكرها، فايتس اوكي، النهارده هيذاكر، بكره هيذاكر بس هيبقى الموضوع تقيل عليه شويه، بعده هيستصعب الموضوع لان الحاجات كتيره وتقيله على عقله. فالمحصله في الاخر يستمر يوم 2 3 بعدين يقطع اسبوعين. بس زي ما قلت لك في الفيديو اللي فات ان اهم حاجه لازم تكون بتتعلم وانت دماغك رايقه عشان عقلك ما يحسش ان الموضوع ضغط عليه فيقوم كل يوم يذاكر وهو مبسوط. وده برضو الروتين بتاعي بيحققه، هو حقق لك المعادله الصعبه، خلاك تذاكر بمجهود قليل واستمتاع وتطور رهيب مع الوقت. وحاجه اضافيه كمان كده ان الروتين بتاعي كويس، انه كمان بيخليك تقيم نفسك بعد مثلا اسبوعين بعد شهر انك اتحسنت ولا لا. وهنا مش قصدي ان انت خلصت مستوى معين او لا، هبقول لك الطريقه دلوقتي. بس يا سيدي، بعد ما بينا ليه الروتين كويس، تعالى بقى اقول لك ايه اللي انا بطبقه كل يوم عشان الواحد يوصل للمستوى ده في الوقت ده بالمجهود ده. بص انا هقول لك على كل الحاجات، انت ممكن تختار حاجات معينه او تطبقها كلها على حسب وقتك. بفكرك بس انك تعمل سبسكرايب عشان القناه دي فعلا باذن الله هتفيدك. اول حاجه بعملها في اليوم امسك الانبوتس او المدخلات، او بالالماني خلينا نتكلم بالالماني شويه، الاينجابن. الاينجابن هنا هتتكون من حاجتين، الهاغن الحاجه اللي بسمعها والليزن الحاجه اللي بقراها. تعال نمسك الهاغن كده واحده واحده. انا كنت بقسم الهاغن لحاجتين، حاجه اسمها انتنسيفز هاغن وحاجه اسمها اكستنسيفز هاغن. يعني ايه بقى الكلام ده؟ الهاغن انا كنت عايز استفاد منه ان انا ممكن اسمع بكثافه وكتير جدا بس اكون فاهم السياق واستفاد بالفلو بتاع الكلام عشان عقلي يتعود على اللغه، وفي نفس الوقت برضو كنت عايز افهم كل كلمه بتتقال ومرن عقلي انه يفهم كل كلمه في الجمل اللي ممكن تتوجه لي عشان كمان اتعود على نطق الكلمه جوه الجمله. فعملت
نوعين من الهاغن. روتين اسمه انتنسيفز هاغن، ده اللي بسمع منه الفيديو ولكن بركز على كل كلمة اني افهمها، ولو في كلمة ما فهمتهاش اروح اترجمها الاول وادخلها في جملة بعدين اكمل باقي الفيديو لحد ما كل الفيديو اكون قادر ان انا افهمه. وده اللي مع الوقت خلاني افهم كل كلمة بتتقال في اي حديث ممكن يتوجه لي. اما الاكستنسيفز هاغن اللي كنت مثلا بسمع بيه البودكاست، بسمع بيه فيديوهات طويلة، افلام، دي كان بس غرضها ان انا اتعود على الفلو، الكلمات يخش جوه عقلي عشان بس عقلي يقول لما انا هسمع اللغة دي انا هكون فاميليار بيها عادي، ما عنديش مشكلة. فاذا لو انت اشتغلت على الاثنين مع بعض مهارة الاستماع هتتطور عندك بشكل كبير جدا. طيب الانتنسيفز هاغن بقى، والحاجة اللي انا بركز عليها واسمع كل فيديو، طبعا لو جبت لك فيديو طويل شويه هيبقى صعب عليك قوي انك تقعد تركز في كل كلمه، واحنا اتفقنا ان احنا عايزين نستمتع بالتعلم. فانا كنت بعمل ده من نيكوس فيج، المسلسل المشهور من اللي هو من دايتش فيلا. حاسب لك اللينك بتاعه، هو له 3 مستويات: اينز، اتسفاي، بي اينز. بتعمل ايه او انا بعمل ايه في فيلم عامه كامل اسمه نيكوس فيج، بيحكي عن قصه في ناس اكيد عارفينه يعني، ولكن انا كنت بستخدمه ازاي؟ في بلاي ليست مقسمه الفيلم لمثلا 80 حلقه، فالحلقه الواحده عباره عن دقيقه ونص. فده كان روتيني اليومي بتاعي من الانتنسيفز هاغن. كنت بسمع الحلقه الواحده 4 مرات. اول مرتين كنت بسمع وبحاول الى حد ما اللي انا اركز في كل كلمه اني افهمها. فاول مره مثلا بفهم 40%، في تاني مرة بسمعها بفهم 80%. طب تالت مرة بعمل ايه؟ تالت مرة بروح مشغل السبتايتلز في اليوتيوب، فابدأ ابص على الكلام وهم بيتكلموا، ابص على السبتايتل لحد ما الاقي الكلمتين 3 4 اللي انا ما حاولتش او ما عرفتش افهمهم من المرتين الاولانيين. فاي كلمة اروح موقف، طبعا داخل على تشات جي بي تي، كاتب لشات جي بي تي الكلمة واخليه يترجمها لي ويحطها لي في جمل، وكمان يجيب لي مرادفها بالانجليزي لو انا عايز. وبعد كده اجيب الكلمه بالامثله بتاعتها وافتح الكشكول بتاعي، اروح كاتب الكلمه دي وراصص تحتها المثال او 2 واكمل باقي الفيديو. طب ليه انا ما عملتش دي من اول مره؟ ليه ما شغلش السبتايتل وحاولت اسمع واروح مترجم الكلام بسرعه وكاتبه؟ المرتين الاولين دول هم دول التمرين. هتلاقي نفسك عمال تركز وصعب قوي انك تلقط كلمات، بس صدقني هو ده اللي هيخليك بعد كده تسمع من اول مره وتفهم. فد لنفسك اول مرتين تحاول تسمع وتركز، وتالت مره تترجم الكلمات اللي انت معرفتهاش وتشوفها قدامك بالسبتايتلز وهم بيتكلموا. طب المره الرابعه بعمل فيها ايه؟ المره الرابعه بقفل السبتايتلز واكيد انا فهمت واستوعبت كل الكلمات اللي هم قالوها في الحلقه دي، بروح قافل السبتايتل ومشغل حلقه وانا سامع وفاهم هم كل كلمه بيقولوها هي ايه. ودي برضو مهمه. ال4 مرات اللي بتسمعهم كل يوم بنفس الطريقه دي، صدقني بعد 2 3 هتلاقي نفسك بتجيب 80% من اول مره، لان انت مرنت ودنك وعقلك انه يفهم كل كلمه. وطبعا انت بتختار البلاي ليست اللي على حسب مستواك من نيكوس فيج. هم عاملين الفيلم مطول شويه بحيث في اينز يستخدموا شويه كلمات. على فكره برضو يعني ممكن تلاقي في اينز نفس الكلام بسرعه جدا، فعادي انت بس جرب اينز وشوف هيمشي معاك. لو مستواك اعلى شويه روح لاتسفاي للبي اينز اللي يناسبك يعني. ده بالنسبه للانتنسيفز هاغن. طب الاكستنسيفز اللي هو انت بتسمع حاجات كتيره جدا بس ما انت شاغل بالك انك تفهم كل كلمه، ولو في كلمه عدت عليك انت مش عارفها مش بتروح ترجمها. لا، ده انا كنت بسمعه عشان بس خاطر اللغة تكون دايما مستمرة في عقلي الباطن وخلاص. وده سهل جدا ومصادره كتيرة جدا انت ممكن تدور عليهم. بس انا كنت بسمع، اكيد الغني عن التعريف قناة ايزي جيرمان، انا كنت بسمع بشوف انترفيو بيعملوه في الشارع، فمن خلاله كنت بتعرف على ثقافة البلد، بسمع لهجات مختلفة، سرعة مختلفة وهكذا. بس بسمع وانا مش شاغل بالي اني اترجم اي حاجة ولا اني افهم اي حاجة، انا بحاول اسمع وخلاص. فكده احنا خدنا اول جزء في الاينجابن اللي هو الهاغن، انتنسيفز واكستنسيفز. طب حلو قوي. الليزن بقى هقرا منين؟ انا دايما مع فكره ان انا استمتع بالتعلم عشان عقلي ما يزهقش. فحاليا دلوقتي بقرا روايات واحاول اتعلم منها وهكذا، ولكن مش كل الناس هيبقى عندها الوقت او القدره ان هي تقعد تقرا مثلا وبعدين تروح تترجم وبعدين تروح تقرا تاني. فلو انت مستواك كويس وتقدر تعمل ده، انصحك بقرايه الكتب او الروايات. حاجه هتبقى ممتعه وفي نفس الوقت بتتعلم وعينك وعقلك بيجروا جدا في اللغه. ولكن
لو عايز حاجه على حسب المستوى ففي ابلكيشن اسمه دايتش هيرن اون ليزن. ده ببساطه جدا بيجيب لك زي ستوريز، قصص بمستويات من اول اينز لحد البيتس فاي. كل مستوى بيكون فيه كذا قصه، انت بتفتح مثلا قصه معينه وبتقراها وبعدين بيجيب لك عليها 5 اسئله تحلهم. وبالمناسبه برضو انت ممكن تسمع، هو ممكن تقرا القصه او تسمعها كمان. ده مصدر. وفي مصدر تاني اللي هو بتاع دايتش فيلا. اكتب على جوجل دايتش فيلا توب تيمز، وايا كان المستوى اللي انت هتكتبه هيطلع لك مواضيع بنفس المستوى اللي انت كتبته تقدر تقراها بكل بساطه. بص، مصادر القراءه كتيره جدا، ولكن زي ما احنا قلنا احنا بنعمل روتين، فانا ارجح لك في الروتين الحاجه اللي هتكون قصيره ومحدده. فارشح لك وبقوه دايتش هيرن اون ليزن. هتختار ستوري من المستوى بتاعك تبقى مره واحده في اليوم وخلاص. ده بالنسبه للانبوتس للاينجابن. لو انت كل يوم بتسمع انتنسيفز حلقه تشتغل عليها بالاربع حاجات بالاربع مرات، وبتسمع حلقه اكستنسيفز من ايزي جيرمان مثلا، وبتقرا قصه واحده بس، كده انت اشتغلت على كل الاينجابن او الانبوتس من الهاغن بانواعه والليزن. نيجي بقى للاوسجابن، للاوتبوتس. انا عايز اعمل او عايز اطور الاشبريشن بتاعي والشغايبن بتاعي، وعايز اتكلم والفلو بتاعي يكون الى حد ما كويس، ما اقعدش افكر في كل كلمه او اقعد يبقى عندي بطء في تجميع الكلمات والجرامر عشان اطلع الكلمات بشكل كويس. طيب غير الروتين في حاجات انت ممكن تعملها عادي كل يوم، انك زي انك تتكلم مع حد بديهي. يعني لو في مثلا حد معاك بارتنر او حد قريبك، حد بيتعلم معاك اللغه، بس المهم يكون انك تعرف تتكلم قدامه من غير احراج. يعني عادي يستحملك وانت بطيء في الكلام، لما تغلط يصلح لك من غير يعني ما تكون انت عندك مشكله في الموضوع ده قدامه. طيب انت مش متاح معاك الشخص ده او مفيش حد وانت لوحدك بتتعلم في البيت، في 2 ابلكيشنز انت ممكن تقابل عليهم ناس من جنسيات مختلفه وتتعلم اللغه. اول واحد اللي هو هالو توك، ده عليه ناس كتيره جدا من جنسيات مختلفه، وفي عليهم المان برضو على فكره بالمناسبه، زي رومز بتتكلموا مع بعض في مواضيع مختلفه، او ممكن تشوف واحد تتكلموا مع بعض شات في نفس الابلكيشن. يعني كل يوم ممكن تمارس اللغه بالشكل ده. في ابلكيشن تاني اسمه لينك بي. لينك بي برضو عليه نفس الكلام، الاتنين فري على فكره، ممكن تستخدمهم بشكل يومي مفيش اي مشكله. ولكن هنا احنا بنتكلم على الروتين. انا عايز حاجه تندرج عليها معايير الروتين، يعني حاجه ليها اول من اخر اقدر اتشيك عليها كل يوم، وفي نفس الوقت حاجه تكون معتمده عليا انا، اللي هو انا عايز اصحى اعملها وما كنش متوقف على ان حد لازم يكون موجود عشان الحاجه دي تخلص. ايه بقى الحاجه اللي ممكن تحقق ده كله؟ في روتين انا اسميه روتين ال5 دقايق. ايه روتين ال5 دقايق ده؟ ركز معايا فيه شويه عشان الموضوع ايه يعني هيعجبك. روتين ال5 دقايق ده انت ممكن تسميه المعادله الصعبه بتاع كل، هو ممكن يعمل لك كل حاجه، يحسن لك الاشبريشن، يحسن لك الشغايبن، الكتابه، الجرامر، الكلمات تكتسب منه جرامر وكلمات وعبارات، يحسن لك الفلو بتاعك. كل حاجه ممكن تيجي من ال5 دقايق دول. هتقولي ازاي يعني هعمل كل ده من موضوع 5 دقايق؟ بص، انا متبني فكره شويه ان انا اهم حاجه عندي وانا بتعلم او وانا بعمل الروتين ان دماغي تكون مستمتعه ورايقه عشان اعرف اكمل. ببساطه خالص هو بيتكون من 3 خطوات. اول خطوه فيهم انك بتجيب الموبايل بتاعك وبعدين تفتح الريكورد على الموبايل لمده 5 دقائق بس. بتعمل فيهم ايه؟ اول لما بتفتح الريكورد بتفكر في او قبل ما تفتح الريكورد يعني بتفكر في موضوع انت تتكلم فيه. الموضوع ده ممكن يبقى عندك معلومات فيه او كلمات فيه او لا، ويستحسن ما يكونش عندك كلمات فيه. هقول لك ليه دلوقتي. فتقول مثلا هتكلم عن الطبخ، هتكلم عن السياسه، هتكلم عن الاقتصاد، هتكلم عن الروتين اليومي، هتكلم عن تعلم اللغات، ايا كان، وتفتح ال5 دقايق وتبدا تتكلم. هتقول لي طيب ما انا فعلا ممكن ما يكونش عندي كلمات في الموضوع ده، طب هعمل ايه؟ انا عايزك ما يكونش عندك كلمات عشان تلقط اصلا كلمات. طب ازاي؟ مثال، انا عايز اقول مثلا عايز اتكلم ان الشخص لازم يشتغل ايا كانت الظروف مثلا اللي موجوده. ده مثلا الموضوع اللي انا اخترت اتكلم فيه في اول ال5 دقايق. انا مثلا كتبت مثال هنا اهو، مثلا بقول ايش مش تزعجن. طبعا ده انا اكني بسجل تمام اهو. ايش مش تزعجن داس مان. ممكن تطول عادي في ال5 دقايق براحتك من غير اي خوف، وتقعد وتفكر في الكلمات 5 10 20 ثانيه براحتك خالص، انت لوحدك ما حدش معاك. فقلت ايش مش تزعجن das man arbeitet sollte. عايز تقول ايا كانت الظروف بس مش جايه في دماغك، فهقول ايه؟ هتقول ايش مش تزعجن das man arbeitet sollte ايا كانت الظروف.
هتقولها بالعربي هتقولها بالعربي لو ما انتش عارفها. وبعدين مثلا تكمل تقول ايه عشان الشخص يقدر يحقق ده، فتقول damit man das، انت مش عارف يعني ايه يحقق ده او يوصل لده، فتقول damit man das يحقق كان، وهكذا لحد ما تخلص ال5 دقايق. فانت دلوقتي عندك بعد ما خلصت ال5 دقايق بريكورد الموبايل، دي كده اول خطوه. تاني خطوه تعمل ايه؟ تمسك الكشكول بتاعك، وبعد كده في صفحة كل اللي انت سجلته بنفس الترتيب، بنفس القواعد الغلط، بنفس الكلمات العربي، كل اللي انت سمعته منك هتروح رصه في ورقة الأولانية من الكشكول بالعربي بكل اللخبطة. طيب دي تاني خطوه. لحد دلوقتي الدنيا سهله وبسيطه، انت ممكن في ال5 دقائق دول مع التأتأة ومع تقعد تفكر مش عارف ايه تقول لك جملتين 3 4. طيب الخطوه الثالثه هي ايه؟ هتجيب شات جي بي تي وتكتب فيه الرساله دي اللي هقول لك عليها. انا بتعلم دلوقتي الماني ومحتاجك تساعدني في ترجمه بعض الكلمات والجمل وتصحح لي القواعد النحويه لو في اخطاء. اذا انت دلوقتي عندك الحاجه اللي هتكوركت كل الغلطات اللي عندك وهتترجم لك كل الحاجات اللي انت قلتها. اول جمله انت كاتبها بقى عندك خلاص بعد ما بيضت اللي انت كنت مسجله ده في الورقه، هتدوس على علامه الريكورد في الشات جي بي تي وتقول ايش möchte sagen من اللي انت كاتبه بقى، ايش möchte sagen dass man arbeiten sollte. طب انت عايز تقول ايا كانت الظروف، فهتترجمها الاول تقول له يعني ايه ايا كانت الظروف بالالماني، هيقول لك مثلا egal unter welchen Umständen، فتمام. فهتروح انت بقى قايل له ريكورد على شات جي بي تي ich möchte sagen dass man arbeiten sollte egal unter welchen Umständen. فشات جي بي تي هيعمل لنا ايه بالرساله اللي انت قايلها له؟ هيقول لك والله الجمله اللي انت قلتها اهي والتصحيح بتاعها اهو، فلما يديك التصحيح قول له فسر لي الخطا او فسر لي الجمله اللي انت كتبتها، فهيديك قواعد نحويه بالغلط اللي انت عملته بطريقه مبسطه جدا. طيب انت عملت ده في اول جمله، اكيد هيطلع لك غلط نحوي اللي هو بدل ابايتا هيبقى ابايتن. فانت هنا والله فهمت ان الغلط ده جه تصحيح لحاجه انت عملتها، فهيثبت في دماغك اكتر. وفي نفس الوقت انت خدت كلمه انت ما انتش كنتش عارفها وانت بتتكلم، فلما عرفتها مع التصحيح هتثبت في دماغك اكتر. طب هل احنا هنعتمد على ده بس؟ لا، انت هتفضل تخلص الكام جمله اللي انت عملتهم بنفس الطريقه، والصح بتكتبه في الصفحة اللي قدامها. يبقى في صفحة انت مبيضها بالكلام اللي انت قلته سواء صح او غلط، والصفحة التانية بتكتب الصح كله. طب انت دلوقتي طلعت بكلمة بكلمتين وحاجة من الجرامر صغيرة كده، هنسيبها؟ لا طبعا. الكشكول اللي انا قلت لك عليه من الاول لما كنت بتشوف كلمات في نيكوس فيج، لما قلت لك بنمرن الهاغن وقلت لك انت الكلمة اللي بتشوفها بتروح جايبها وكاتب عليها مثلا مثالين 3 او كده، فنفس الكلام اللي انت طلعته هنا في الروتين برضه هتزوده عندك هنا وتكتب منه مثالين. طب لقيت تفصيله كده في قاعده عجبتك من غلطه في الروتين شات جي بي تي قال لك عليها حتى لو هي مش من مستواك، هتعمل ايه؟ الجنب التاني ده بتاع الجرامر. يعني مثلا اول حاجه خالص كنت انا مثلا هنا الفرق بين دان وداناخ، انا ما كنتش عارف يعني ايه داناخ مثلا، ده في الاول خالص، فلما لقيته بيقول لي داناخ فقلت فهنا في فرق كويس، فقلت له ايه الفرق بين دان وداناخ؟ قالها لي بطريقه مبسطه، رحت كاتبها هنا في الجرامر، وهكذا لحد ما تخلص باقي ال5 دقايق اللي انت عملتهم. في كل مره ممكن تطلع بكلمتين 3 وقاعده جرامر صغيره تروح متعلمهم. ده بص، ده منهج كامل غير اصلا اللي انت تدرسه مع نفسك في الكتب. طيب تخيل لما انت بتسجل لنفسك وحد بيعدل لك في مره، في المرة التانية انت بتتفادى الاخطاء اللي انت عملتها المرة الاولانية وبتتكلم بشكل اصح، بس بتقع في حاجة تالتة فتروح مصلحها لك، فاليوم الرابع تروح عاملها صح بس تقع في حاجة 5 فيروح مصلحها لك، وهكذا. تخيل انت بتعمل ده كل يوم، كل يوم بتتكلم في مواضيع انت ما عندكش اي كلمات فيها ولا جرامر فيها، وبعدين بتطلع لك كلمات بتحفظها وبتذاكرها، لان خلي بالك الكلمات اللي بتطلع لما انت بتقف فيها وبعدين تطلع تذاكرها بتثبت في دماغك اكتر من الكلمات اللي هي بتفرض عليك وخلاص. معلش انا طولت هنا شويه عشان ده بجد اكتر حاجه سرعت عندي اللغه بشكل رهيب. تخيل معايا انت كل يوم بتعمل ده. على فكره هو اسمه روتين 5 دقايق عشان انت بتسجل 5 دقايق، ولكن هو ممكن ياخد مثلا معاك بتاع تلت ساعه نص ساعه، بس تخيل انت بتعمل ده كل يوم
بتطلع غلطات وتصلحها وتتفاداها في المره اللي بعدها. انا اتفاجئت تماما لما سمعت اول ريكورد وسمعت ريكورد بعد شهر، الفلو بتاعي زاد بطريقه كبيره جدا. لقيت نفسي بقيت الكلام اللي بقوله زمان مثلا كنت يعني ممكن 70% بقوله كلام عربي، انما بعد مثلا شهر بقيت الكلمات العربي اللي انا بقولها قليله جدا، وبتوصل ان ممكن في ايام شات جي بي تي ما يطلعليش اي اخطاء في الجرامر ولا يطلع لي اي اخطاء في الكلمات. فده انت حتى بتحس من خلاله الفرق اللي حصل في مستواك. بتسمع مثلا الريكورد الاولاني والريكورد بعد اسبوع والريكورد بعد شهر بعد شهرين، انت متخيل لو استمريت على ده كل يوم صدقني مستواك في اللغة هيتنقل لحتة تانية. وهو روتين ثابت بخطوات ثابتة بتعملها، وده حل مناسب جدا لو انت ما عندكش اي حد تتكلم معاه، هتتكلم بالمنظر ده. وعلى فكره انت ممكن حتى لو مش جاي في بالك موضوع معين تتكلم فيه، مثلا بتعمله كل يوم، لو في يوم مثلا مش جاي عليك انك او في مش موضوع معين جاي في دماغك، انت ممكن تفتح شات جي بي تي وتقول له اسالني شويه اسئله اجاوب عليهم عشان امرن اللغه الالمانيه عندي. فهيسالك شويه اسئله، انت تروح فاتح ال5 دقايق وتجاوب عليهم وخلاص. فنصيحه بالله عليك ما تفوتش الروتين ده، والله يعني انا لو انت قدامي هقول لك ذاكره غصب عنك، التزم بيه صدقني هينفعك جدا. في حاجه اخيره برضو كده كنت ساعات بعملها، ان هو وعلى فكره برضو ليها دور كبير قوي، ان انت بتجيب صوره وتوصفها. طب ده دوره ايه؟ ده بيخلي الناس اللي هي عقلها بيبقى فيه بلوك عامة كده دايما، ان انت بتخلي عقلك يسرح في وصف الصورة، بتخلي عقلك يفك قيوده شوية ويحاول يبقى اسهل في انه يرد على اللي قدامه لما يكلمه او يوصف حاجة شايفها. اخر حاجة اللي هي الشغايبن، ازاي احسن الكتابة. طبعا الروتين ال5 دقايق هيعمل ده بشكل قوي جدا، ولكن انا كنت بعمل ايه؟ ان انا بكتب روتيني اليومي وليكن مثلا او جزء حصل في اليوم، وكنت بكتب بسلاسه. يعني كنت بجيب الورقه والقلم واقول مثلا ich möchte über meine Morgenroutine sprechen. انا عايز اتكلم على الروتين الصباحي اليومي بتاعي. مثلا صحيت من النوم وبعد ما بصحى بصلي وبقرا الورد بتاعي. انت ممكن تقول مثلا والله انا مبسوط ان انا رجعت من الشغل النهارده وخلصت كل اللي ورايا، حزين ان انا كذا كذا. ايا كان تكتب حاجه في يومك عامه. هتوصل مع الوقت انك لو هتكتب نفس الكلام كل يوم بس هتزود كل يوم جمله، هتزود كل يوم كلمه ايا كان. ولكن انا مع فكره ان الروتين ال5 دقايق بيشتغل على الشغايبن، فممكن تكتفي بيه. طبعا في مصادر كتير وكلها ليها طريقه مذاكره معينه، ممكن ابقى اعمل فيديو عليها تاني، بس ده انا شايفه البيزك اللي لو مشيت عليه صدقني هتلاقي نتيجه كويسه في كل المهارات. كل الروتين ده على بعضه يا جماعه ما ياخدش حوالي مثلا ساعه ونص ولا حاجه او ساعتين. طيب تخيل بتعمل ده كل يوم لمده مثلا اسبوعين، بس لمده شهر، مستواك هيبقى عامل ازاي؟ عامه جربه وان شاء الله ينفع معاك، ولو نفع معاك ادعي لي. قبل ما تقفل الفيديو الله يرضى عليك، اهم نصيحه لو ما عملتهاش كل اللي انا قلته ده اعتبره يعني بلح. اهم نصيحه عشان الروتين ده ينفع معاك، اوعى تبقى باصص على ان انا اليوم اللي بعده مستواي يتحسن ولا لا. النتيجه اللي انت عايزها هتتحقق لوحدها لو قمت من النوم بتطبق اللي عليك وخلاص. لا بتبص انا هبقى هناك ازاي ولا هوصل لانهي مستوى. انت ما عليك الا انك انت بتقوم تطبق الروتين كل يوم وخلاص. مع الوقت هتحس ان انت مستواك اختلف عن قبل كده. ما تبقاش عامل زي اللي بيروح الجيم وبعد كل تمرينه يقف قدام المرايه يشوف جسمه اتغير ولا لا. مش هيلاقيه اتغير وهيحبط وهيقف. ولكن اللي بيقوم يروح التمرين بتاعه ويجي وياكل ويروح التمرين بتاعه، مع الوقت فجأة بيلاقي جسمه اتغير. انت نفس الكلام، فجأة هتلاقي نفسك بتسمع وانت فاهم اكتر من الاول، فجأة هتلاقي نفسك بتتكلم وبتعرف تتكلم اكتر من الاول، وهكذا. ودي اعظم نصيحة شفتها في الكتاب العادات الذريه لجيمس كلير، لما قال فاذا كنت تريد الحصول على نتائج افضل انسى امر تحديد الاهداف وركز على نظامك بدلا منها. من الاخر عايز يقول لك انك ما تشغلش بالك انا هوصل المستوى ده امتى، ركز بس انك تقوم تطبق كل يوم النظام اللي هو الروتين يعني، وهتلاقي النتيجه اتحققت لوحدها. اتمنى يكون الفيديو عجبك، واتمنى اكون عرفت اوصل لك الروتين بتاعي بطريقه كويسه. لو شايف انك استفدت بالفيديو ما تبخلش علينا باللايك وسبسكرايب، واستنى باقي الفيديوهات اللي انا بنزلها في نصايح واخطاء حوالين تعلم اللغه. اشوفك ان شاء الله في الفيديو الجاي. سلام.